الكتابه السريعه من غير ما تبص على الكيبورد من المهارات البسيطه اللي ممكن تتعلمها بسهوله، وفي نفس الوقت هتوفر وقت كتير عليك، بالذات لو انت بتستخدم الكمبيوتر كتير. كمان مش هتاخد وقت كبير علشان تلاحظ تاثيرها. يعني انت بتشوف مثلا الناس على اليوتيوب بيكتبوا سرعات كبيره، وبتبقى فاكر ان انت علشان تحس بفرق هتحتاج تبقى بتكتب بالسرعات دي، بس في الحقيقه انت بتحس بفرق بسرعه. مش لازم تكون بتكتب بالسرعه الكبيره دي، مجرد ان انت تكون بتعرف تكتب من غير ما تبص على الكيبورد حتى لو بسرعه مش كبيره هيخليك تحس بفرق كبير. يعني السرعه اللي انا بكتب بيها من 70 ل 80 كلمه في الدقيقه تقريبا، دي مش سرعه كبيره قوي، بس وفرت لي وقت اكتر بكتير من الاول. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت زيي وبتقعد على الكمبيوتر كتير وبتعمل عليه اغلب شغلك، فالكتابه السريعه من الحاجات اللي هتفرق كتير جدا معاك في الوقت. الكتابه السريعه مش هتبقى مفيده بس لو انت شغلك مبني على الكتابه، حاجات بسيطه بتعملها زي السيرش مثلا بتعمله كتير، فلما تكون بتكتب بسرعه هيوفر معاك وقت كتير جدا، بالذات لو اتعلمت تستخدم الكمبيوتر من الكيبورد بس وتعلمت شورت كاتس لكل حاجه بتعملها في الكمبيوتر. ده هيوفر معاك وقت كبير جدا. يعني مثلا من الشورت كاتس اللي كانت مفيده ان انت لما تكون بتكتب كلمه وتغلط في حرف في نصها، مثلا لو ضغطت كنترول باك هيمسح الكلمه كلها. ده هيبقى اسرع بكتير من لما تغلط في نص الكلمه وتمسح كذا حرف عشان تصلح الكلمه. شورت كات كمان هتخلي استخدامك للكمبيوتر اسرع، ان انت لو عايز تحدد حاجه وتاخدها كوبي بدل ما تحددها بالماوس انت ممكن تضغط على كنترول شيفت وسهم، ده يحدد لك الكلام اللي انت عاوز تعمل له كوبي من غير ما تستخدم الماوس. حاجه كمان هتخليك تستخدم الكيبورد بس في استخدام الكمبيوتر هي اداه اسمها باور توي ران، ودي بتيجي في برنامج في كذا اداه اسمه باور توي، وده بيخليك لما بتضغط على الت مسطره بيظهر لك سيرش بتبحث فيه على اي برنامج عندك على الكمبيوتر. وكمان لو عايز تبحث على حاجه عن النت هيبحث لك من غير ما تدخل على البراوزر. ابلكيشن كمان هيخليك تستخدم الكيبورد بس في استخدام الكمبيوتر هو برنامج ايفريثينج، ده زي باور توي اللي قلنا عليه بس للملفات، والسيرش بتاعه احسن واسرع بكتير من السيرش بتاع الويندوز. فانت لو عايز تفتح ملف معين باستخدام الكيبورد بس هتفتح في الاول باور توي اللي قلنا عليه وتفتح منه الابلكيشن الثاني اللي هو ايفريثينج، بعد كده تدور على الملف اللي انت عاوزه وتفتحه. كل اللي احنا قلناه هيبقى اسرع بكتير لو اتعلمت الكتابه السريعه على الكيبورد. وده ياخدنا لنقطه ثانيه، ازاي تتعلم الكتابه السريعه على الكيبورد. اول حاجه علشان تتعلم الكتابه السريعه ركز على اللغه اللي انت بتستخدمها اكتر، عربي او انجليزي. لو هتتعلم عربي ففي موقع ممتاز اسمه طباعه، الموقع ده فيه دروس كتير وده تقريبا الموقع الوحيد اللي هيعلمك الكتابه بالعربي. لو بتتعلم انجليزي ففي مواقع كتير جدا، بس احسن واحد فيهم هو تايبنج كلاب، وده اول ما تدخل هيعلمك ازاي تحط ايدك على الكيبورد وايه الحروف بتاعت كل صباع. الموقع فيه دروس كتير جدا تقريبا 700 درس، بس انت اول ما تدخل على الموقع وتتعلم شويه هتلاقي الموضوع ممتع وهتلاقي نفسك حابب تكمل في الدروس لوحدك، بالذات لما تشوف تطور مستواك. كمان زي ما قلنا الكتابه السريعه هتحس فيها بفرق كبير على طول. يعني الدروس دي كتير علشان تخليك اسرع، بس انت هتحس بفرق كبير بعد اقل بكتير من الدروس دي. في موقع تاني ممتاز برضه اسمه كي بي ار، وده ممكن تستخدمه بعد ما تتعود شويه في تايبنج كلاب. الموقع ده بيديك كام اختبار في الاول علشان يعرف الحروف اللي انت مش بتكتبها كويس، بعد كده بيديك دروس بيخليك تتعلم فيها الحروف اللي انت ضعيف فيها. اهم حاجه لما تيجي تتعلم تركز على حاجتين، الحاجه الاولى ان انت تهتم قوي ان انت تكتب بالعشر صوابع، وهتلاقي دروس بتعلمك ده في تايبنج كلاب وطباعه زي ما قلنا في الاول، بس اوقات كتير هتلاقي نفسك مش بتكتب بالعشر صوابع بالذات الصباع الصغير، فحاول تهتم بالموضوع لانه هيفرق كتير معاك. تاني حاجه ان انت تركز في الاول ان انت ما تبصش على الكيبورد خالص، وتعود نفسك ان انت تكتب وانت باصص على الشاشه. وكمان ركز جدا ان انت ما تهتمش بالسرعه على حساب ان انت تكتب صح، لان ده هياخرك جدا. اول ما اتعلمت كنت بركز على السرعه فكنت بكتب بسرعه بس بغلط كتير، فكنت بكتب وامسح تاني، فالكتابه السريعه في الحاله دي ما كانش ليها لازمه، وقعدت وقت كتير جدا قبل ما اتعودت اكتب صح. حاجه كمان هتفرق معاك كتير جدا وهي وضعيتك وانت بتكتب او طريقه قعدتك. يعني دي حاجه بسيطه بس هتلاقيها بتفرق كتير جدا في سرعه كتابتك، وهتلاقي برضو دروس ليها في الموقع اللي احنا قلناه. وبس كده، سلام عليكم.